السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون خامس يوم عليكم جميعا جميل ومبهج في وسط حبايبكم، ويديم عليكم يا رب اللمة الحلوة الطيبة، ويجعل كل أيامكم وخطاكم في بركة وسعادة، اللهم آمين. النهاردة المفروض موضوعنا عن الصحبة. حلو. الموضوع ده بصراحة أنا كنت متحمسة له قوي، وحابة أرغي فيه كتير عشان هو بجد مهم ويعني كتير قوي، يعني مش بنشبع منه أو مش بيخلص. بس والله هحاول أختصر عشان أنا يهمني فعلا إن الناس تشوفه، ونبقى نرجع نكمل تاني بعد العيد إن شاء الله. فهتلاقوني بقول يعني عناوين كتير من غير عمق في التفاصيل. بسم الله. طيب احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الصحبة بتملى 3 جوانب: الجانب العقلي والعلاقات والنفسي. طيب لو لا قدر الله الصحبة دي مش أصابت مننا كده وحصل فيها عكا يعك يعك، عكا يعك عكا على رأي الشيخ علاء حامد، هتبوظ معاك حاجات كتير قوي. حلو. فالصحبة دي يعني حاجة مهمة، وبتحتاج مننا في الأول إن الجانب العقلي يعني يبقى فيه قدر كافي من الوعي بنفسي أولا، وابقى عارف انا بحب ايه، بكره ايه، حدود ايه، لغة الحب بتاعتي ايه، واسئلة كتير كتير. وبعد كده بقى ابقى واعي ازاي ابقى شواف، واعرف اميز اللي قدامي هو شبهي ولا لا، او حتى عادي احنا مختلفين بس هو بيعرف يحترم الاختلاف ده. وكلمة صاحب علشان يعني يتقال عليه صاحب هو محتاج عشرة ومواقف تثبت ده، يعني بلاش يبقى فيه دلقة واستعجال وعشم ونرجع نقول قلبي مجروح ليه. ويكاد يكون على فكرة اختيار الصاحب هو من نفس أهمية اختيار شريك الحياة. يعني محتاج كده قاعدة عميقة مع نفسي أفهم فيها كويس أنا هقدر أديله إيه، هحتاج منه إيه، لأنه علاقة يعني أخذ وعطاء. ده ألف ب تعريف علاقة: أنا بدي وباخد. وعلى فكرة القاعدة دي موجودة في الماركتينج، اسمها شوف تتشاف. ما علينا. طيب خليني أقول لكم برضو شوية من الاحتياجات البشرية اللي لا غنى عنها. بصراحة هم كتير قوي، وكل واحد بيرتبهم على أساس الأعلى قيمة بالنسبة له. يعني الموضوع متفاوت، ودي برضو حاجة يعني في باطنها ممتعة جدا على فكرة، لأن احنا يعني اختلافنا ده سر من أسرار الخلق والآدمية. وبجد دي متعة كبيرة قوي، خاصة في شغل السيلز يعني أو البابليك ريليشنز، إن الناس بجد والله اختلافها ممتع جدا. وتلاقي على نفس الحاجة 10 يقفوا معاك بيمدحوا فيها، و10 تانيين مش حابينها خالص يعني. يعني كل ما في الموضوع إن الناس محتاجة زي ما احنا محتاجين إن احنا نبص لنفسنا ونبص للناس بنظرة رحيمة، مش نظرة ناقدة ونقعد ننظر على بعض. ومش محتاجين نقد وتنظير، محتاجين رحمة. عشان كده بجد الحمد لله إننا أولا بني آدمين، ده أول ميزة. وإننا الحمد لله مسلمين. بجد الحمد لله الميزتين دول لو أدركتهم فعلا عن عمق كده من قلبك، هتدرك كويس قوي إن نفسك تستاهل. فخلي يعني بدل ما أقعد أقرأ ممكن متركزوش أشيرها معاكم. أنا جبتها من دكتور سعيد، هسيب لينك صفحته اللي هو جابها من دكتور أحمد ضبيع. وكلنا بنتعلم من بعض وبننقل العلم لبعض، يعني ربنا يتقبل يا رب منا أجمعين. المهم إن القايمة دي هي وظيفتها إنك بتحدد منها احتياجاتك، اللي زي ما وضحنا أنا هقدر أدي منها إيه ومحتاجة أخد منها إيه. وبالتالي لما بلاقي صاحب مناسب وعلاقتنا هادية، نحط تحت علاقة هادية مليون خط. مفيش حاجة اسمها علاقة متكاملة أو بيرفكت خالص، مفيش كده. لأن احنا يعني المفروض نبقى هادين لما نختلف. نبقى بنعرف نتفاهم، بنعرف نراضي بعض، بنعرف نحترم اختلافنا، بنعرف نعذر زلات بعض. وبالتالي بيحصل الشحن للجوانب الباقية، اللي بدورها الدايرة بتاعتي بتبقى خلاص متشبعة كده ومستكنة خلاص. فما فيش حاجة اسمها علاقة متكاملة، هي العلاقة بتكون هادية مهما حصل فيها من خلاف، زي ما قلنا احنا مميزين باختلافنا. طيب وإيه كمان من الجانب العقلي المفروض يبقى موجود في الأول علشان يصب على العلاقات والنفسي؟ إن عقلك يبقى مؤمن إنه يستحق. يعني هو عقلك مؤمن إنك أنت يعني تستحق تتحب، فهو بالتالي بيحبك فبيساعدك وبيدعمك، مش بيعطلك ولا بيوقفك. فبالتالي عمره ما هيختار لك صاحب أو يعني يساعدك إنك تختار صاحب هو أصلا في الأساس مش بيحب نفسه ولا بيخاف عليها.
فهو مش يعني هو مش امين على نفسه، فطبيعي ان عقلك هيحذرك. اذا كان هو مش امين على نفسه، انت هتأمن له ازاي؟ وده مش معناه ان احنا نهمش الشخص ده او نقلل منه، لا خالص. ادعي لنفسك بالثبات وان ربنا يعافيك، عشان كل ده والله مش شطارة مننا اصلا. فبالتالي عقلك هنا بقى بناء على المدخلات اللي انت اديتها له، زي مثلا النار بتلسع، فبيبدأ ينبهك من خطرها. وهنا برضو أحب أوضح معلومة من دكتور سعيد، إن المخ بيخزن السلبيات أسرع وأدق، وذاكرته أقوى من الإيجابيات. عشان كده لما جينا قلنا في الأول خالص إن المشاعر بتيجي من الأفكار، والأفكار دي بتتغير من نوعية الكلام اللي بتقوله لنفسك. فمهم كويس قوي تخزن لنفسك كلام إيجابي، عشان الأفكار دي مهما كانت سلبية تتحول لإيجابي، وبالتالي تنعكس على المشاعر. بص، هو كلام عميق قوي يطول شرحه، فبلاش نتوه، ماشي؟ خليني بس إيه أرجع تاني. طيب لما أبقى يعني واعي إن الشخص ده هيمثل لي خطر، زي ما قلنا إنه هو مش بيحب نفسه كفاية أو مش أمين على نفسه كفاية، فمخي بيمثل له خطر، لأن هو ترجم عندي إن أنا وانس إن أنا أستحق وبحب نفسي وبدعمها، فبعمل المفيد ليها. طيب لما بيعمل كده وهو لاحظ إن الشخص ده هيمثل خطر، بس في فترة معينة، يعني هو في فترة معينة، احنا ما بنحكمش يا جماعة، يعني احنا مش رايحين نحكم ان الشخص ده في العموم كده. هو في فترة معينة خلاص ما كانش بيحب نفسه كفاية، وكان مهمل ليها ومستسلم. وانا حاليا الحمد لله بفضل الله اقوى منه يعني، واوقف يعني بتوفيق ربنا اخد ايه يعني خطوات تساعدني، مش خطوات تيجي عليا يعني. طب ده ببدأ اقيس بقى مدى خطورته. هل انا شايف الخطورة منه انه لا لازم اتجنب خالص وابعد، ولا الخطورة دي يعني عادية انا ممكن اعرف اساعده؟ هل انا اصلا هقدر اساعده؟ يعني احنا برضو كبني ادمين متعاونين يا جماعة، متعاونين مش انانيين خالص. مش بنسيب يعني الشخص ده زي ما هو كده ونمشي وخلاص، لا. على حسب الخطر، انا دلوقتي على حسب الخطر وعلى حسب قدرتي. هو دلوقتي لو الخطر منه كبير، خلاص مع السلامة، بمنتهى الهدوء والود والرحمة. الخطر يعني هو زي يعني متذبذب شوية وأنا قوي كفاية، خلاص هاخد بإيده. فهي درجات. حلو. آه... فين؟ ومن هنا نبدأ نقول إن الصاحب عمره ما كان بتاع كله. مفيش حاجة اسمها إنه ده صاحب كل حاجة. لأ، إحنا بنقسم: ده صاحب للرياضة، وده صاحب القرآن، وده صاحب المذاكرة، وده صاحب الأكلة واللمة الحلوة. اللي طبعا نأكد ما فيهاش ولا غيبة ولا نميمة. ناخد بالنا يا جماعة، لأن الغيبة والنميمة دي بتتعمل في لحظات بسيطة جدا، بس هي بتضيع أعمال سنين، بتمحي كل الحلو اللي مكتوب في صحيفتك وانت قعدت سنين كتير تعمله. فانت يعني لو وقعت، على طول راجع نفسك. ولو الصحبة دي خطرها درجته بسيطة وهيجي بالنصيحة، فوق وفوقهم. وهم كمان بيحترموا، يعني بيحترموا اختياراتك دي، وبيحترموا المقاومة منك دي. خلاص ما تستغناش، خليك معاهم واحدة واحدة. لكن مثلا لا، هم وصلوا لدرجة خطر زيادة، بدأوا بقى بيتريقوا يجبروك على حاجة زي كده، لأ. يعني هنراعي العِشرة، وهي نصيحة مرّة من باب الأمر بالمعروف، خلاص أنت موصّى إن أنت لازم تنصح مرّة، وتجنّب بقى. حلو. بس لكن يا رب، يعني يا رب إن شاء الله تكون صُحبتك، يعني كُلّنا يا رب يصلح قلوبنا، بتستجيب، وما يبقاش في أي تجنُّب ولا حاجة. طيب، بس فأنت دلوقتي بتراقب نَفْسك كويس. هل أنا هاقدر أكون الشخص ده اللي بيساعد وقوي كفاية، والّا أنا ممكن لا قدّر الله أتزحلق معاهم؟ تمام. هل انا متماسك كفايه، ولا لا انا ممكن اضعف؟ يعني مثلا برضو مثال تاني زي الاغاني. الاغاني مثلا انت ممكن تكون قعدت سنين يعني اجتهدت وعمال بتحاول انك تبطلها، واصحابك اللي جادعين بتوع زمان اللي لسه شويه، يعني ربنا يا رب يهدي قلوبنا جميعا ويحبب قلوبنا يا رب لكل ما يرضيه. هم مثلا يعني عنفوك بشكل ما، سواء بقى كان بتريقه. خلاص. اللهم صل على النبي. معلش يا جماعه. سواء بقى إن هم عنفوك بتريقة، أو حصلت مواقف يعني فيها خذل، يعني أيًا كان نوع الخطر ساعتها إيه، وخلاص يستحق منك إنك تتجنب. خلاص زي ما قُلنا بود وبرحمة، وعشان ما نطوّلش. طيب لكن لو هم خلاص احترموا إن أنت خلاص حابب تتغيّر للأفضل، وشافوا إن دي حاجة فعلًا يعني كلنا متفقين عليها، مش محتاجة أي مجادلات، إن هي حاجة أحسن وأفضل، وهم كمان بيحاولوا بس ضعاف شوية، خلّيك معاهم بقدر استطاعتك، بما لا يضرك ويوقّعك. وقيس بقى على كده حاجات كتير أوي، وعادات كتير أوي سلبية، يعني يا رب، يا رب حرّرنا منها يا رب.
فالصحبة مهمة قوي في الطريق، وذكرت في القرآن دعاء سيدنا موسى في سورة طه، وأحاديث كتير وقصص كتير مهمة، آخرها قصة تحريم الخمور. اسمعوها، مهمة قوي، اسمعوها من كذا حد عادي. شوفوا الصحبة ليها أثر ازاي انها تشجعك وتعينك يعني. بجد والله القصة دي حلوة قوي، اسمعوها، بلاش ان انا اطول عليكم. قد ايه الصحبة بتفرق، انه خلاص في ناس بتفضل تجادل معاك وهو والله مقتنع ان ده صح لا محالة، بس خلاص قلبه ضعيف جدا قصاد انه للاسف يحبلك الخير، هو غار. خلاص الغيرة تملكت من قلبه، ربنا يعافينا. ومش حابب حتى ان انت تقول لا ده الصح فبلاش، لا هو هيجادلك، هيطلع فاهم طاقتك كلها. وحد تاني هو خلاص انا معاك مفيش كلام، خلاص مش ده الصح يلا بينا هيدوس. فالصحبة بتفرق، اسمعوا القصة دي كويس والله، قصة تحريم الخمور. حلو. بس ففي الاول وفي الاخر والله يا جماعة، الصحبة دي رزق، وهي بتحتاج مننا ان احنا نشتغل على نفسنا الاول، ونشتغل على وعينا الاول زي ما اتفقنا، وبتحتاج مننا ندعي كتير. وتاني مش لازم يبقى فيه صاحب بتاع كله. حلو. لان ده اصلا بيربي عندنا حاجه يعني زي الاعتماديه كده او التعلق، يعني حاجه مش سليمه. فلا عادي في صاحب، يعني احنا لينا هدف سوا بنتشارك فيه، وصاحب تاني لينا هدف تاني سوا بنتشارك فيه، وهكذا. ومن هنا يعني خليني اقول لك حاجه مهمه قوي، في فرق كبير ما بين الامنيه والهدف. حلو. الامنيه هو مجرد حد طموح، يعني عنده بيتمنى، واسع الافق، يعني امنيه ملهاش حدود كده، حاجه لحد السما. بس هو ملوش اي خطه على الواقع ولا اي دليل يعني على بدء اصراره على الامنيه دي. لكن الهدف هو برضو شخص طموح واسع الافق، يعني حلمه واصل للسما ومعدي، بس هو له خطط، وملتزم وصبور ومصر لحد ما تتحول لحقيقه. فالكل بيتمنى، يعني كلنا مثلا نفسنا يبقى صحتنا كويسه، بس فين اللي يدل ان ده هدف ليك وانت بتعمل عشانه؟ كلنا نفسنا ندخل الجنه وبنتمنى الجنه، بس ايه اللي يثبت فعلا ان ده اكبر هدف ليك؟ وتاني ومليون، الحمد لله الذي اصطفانا وعلمنا، هذا من فضل ربي مش بشطارتي. حلو. الحمد لله الذي اخترنا ان نختاره، يعني بجد اللهم لك الحمد. يا رب تقبل منا يا رب كل عمل صالح لوجهك يا رب بقبول حسن، زي ما قلناها امبارح، علمت معايا قوي. طيب، فانت بقى ما تروحش تصاحب حد هو بس بيتمنى ومفيش اي حاجه خالص بيعملها تقربه من الهدف. وتاني لو انت قوي كفايه وقادر تشده معاك، اعمل ده، اعمل ده بجد، هتاخد الاجر مضاعف. لكن لو ده هيوقعك، تجنب بلطف ولين، وادعي لنفسك وادعي له. و... وخليني اشاركك برضو، يعني خليني اشارككم، قصدي انا مش عارفه ليه بتكلم بصيغه المذاكره، ما علينا. خليني اشارككم تجربه حصلت معايا. انا اصلا يعني من صغري شخصيه حساسه جدا. حلو. وكنت في ابتدائي بقى، يعني تفاصيل كتير بصراحه مش مهم حاليا خالص ذكرها، بس كنت ايه من ملخص طفله عيوطه. وفي اعدادي كنت طفله مدلوقه. وفي ثانوي كنت طفله مستبيعه قلبي ميت بقى، تمام. بعدين الجامعه بصراحه كانت يعني الفتره الوحيده اللي عرفت بقى ايه اسافر فيها، وكان مليانه سفر بصراحه، وبعد التخرج كمان. وبالمناسبه يعني عايز تعرف صاحبك كويس قوي سافر معايا. السفر علشان بيبعدنا في الغالب، نظرا يعني ان امكانياتنا كلها على القد، عن الراحه اللي موجوده في البيت، زي مثلا نظافه البيت ونظافه الحمام ونظافه السرير والمخده والاكل والروتين وكل ده. فكل ده بيبقى متلخبط شويه، يعني بتسافر برضو على قد امكانياتك في حته مش يعني فاهم، انت رايح تستمتع باكتيفيتيز تانية. فده بيعمل شويه ضغط خفيف كده. فبيكون ده مقياس قوي جدا لنفسك اولا، انت مدى مرونتك ومدى تأقلمك، وعلى صاحبك وقتها، سواء هو مع نفسه مدى مرونته وتأقلمه أو معاك. يعني اختلافات السفر دي هي أقوى مراية للصاحب. المهم إن المرحلة دي الحمد لله علمتني حاجات مهمة كتيرة جدا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يعني الحمد لله زي أبصارنا. إنه لو ما عرفتش تصاحب نفسك وتصاحب دينك، مهما لفيت أنت مش هتعرف تعمل صاحب. يعني على قدر أهمية وجود الصحبة والتشجيع، بس أنت يوم القيامة هتبقى لوحدك. فما تستناش، دي مش حجة، وما تخليش فكرة عدم وجود صحبة تتحول لأفكار سلبية، تزود انت بقى عليها كمان بشوية كلام سلبي يوديك لمكان، يعني كلنا بندعي ونقول يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم. صاحب القرآن يعني الوحيد اللي هيبقى معاك في القبر. يعني بص لقدام شوية، خلي عندك نظرة كده ان بجد كل ده مش باقي اصلا، فليه الهلك يعني ليه؟ خليك فاكر ان انت مش هتقدر تغير حد، هو اصلا مش عايز يتغير، وده ينطبق على نفسك. يعني انت مش هتعرف تغير نفسك لو انت من جوه نفسك مش عايز تتغير، بس انت تقدر تأثر على نفسك وعلى اللي حواليك، والتأثير بيغير.
حلو. ولو في اي علاقه مؤذيه انت مريت بيها او انت مريتي بيها، معلش اعذروني انتم، حلو، حقكم عليا والله، ما تزعلوش، الدنيا مش مستاهله وهونوها. وانتم مش مسؤولين ان يعني مش مسؤولين ابدا ان العلاقه دي آه، بارادتكم. يعني ايه يعني؟ في علاقات كده هي خارج ارادتنا وخارج اختياراتنا، يعني مثلا الاهل، الاب، الام، الحاجات دي. فانت مش مسؤول عن حاجه زي كده. وحتى والله لو مسؤول، يعني انجرحت او اتخذلت او اتاذيت من حد انت كنت مسؤول، اتعلم من اللي فات وخليك في دلوقتي تي مسؤوليتك دي، مسؤوليتك دلوقتي انك تتعافى وتكمل بقلب مستكن وهادي. و... وانه اوقات كتير المواجهه ممكن تتقلب بصوره عكسيه. كفايه انك بتواجه نفسك بمنتهى الامانه. خليك شواف يعني. هل الوقت ده انسب حل للمواجهه ولا الانسحاب؟ خليك شواف، تختار الحلول المناسبه في اوقاتها المناسبه. برضو كان في بوست كده قراته لدكتور نهى زهرة، تحفه بجد. هسيب لكم البوست يعني. وطبعا مش محتاجه تتقال، يعني دكتور ياسر الحزيمي يعني طبعا بحر علم، ربنا يزيده. بس يعني زي ما قلت لكم مليون مره، نوع واسمع لكله. في النهايه الصحاب ما بيتقلبوش علينا، حلو، يعني صحابك مش بيتقلبوا عليك، هم اصلا من الاول ما كانوا صحاب. حلو. ف... فتعلموا واحده واحده ازاي تختاروا صحاب بتشحن، صحاب هي امينه على نفسها فبالتالي هتبقى امينه عليك، صحاب مش بتنصح على قد انها بتعرف تحضن وتسمع، صحاب بتضحك عشان صحة القلب. ومحدش يقول لي دلوقتي ان الدحيح قال قبل كده ان الضحك بيموت. معلش هنخلينا دلوقتي على جنب، خلينا دلوقتي حالا نقول ان الضحك بيطول العمر. بكره ان شاء الله كلنا هنسمع كلام الدحيح عشان هو حبيبنا كلنا وبنحترمه كلنا، مش هنزعله. بس يعني خليكم في الناس الفرفوشه مش الناس المهمومه. يعني ما تصاحبوش ناس بتكبر حجم المشكله وهي اصلا حاجه بسيطه. وانت خليك مع نفسك كده اولا يعني. اخر حاجه بجد بقى والله يعني، ان شاء الله يعني ان شاء الله تبقى اخر حاجه. لما في ناس بتختفي فجأة كده من حياتنا وانت متأكد، خلاص بقول تاني اهو، انت متأكد ومراجع نفسك كويس وبأمانة ان انت ما عملتش حاجة. ولو ان والله يعني انت حقك عليهم، وخاصة لو انت شاري، يعني لو انت رحت سألته انهم يردوا بس يعرفوك طب انا عملت ايه يعني. يعني اللي بيبعد فجأة كده من غير مسبب ده ليه انت ليه يعني، انت ده حقك عليه اصلا يفهمك. بس يعني بالله عليك ما تعملش زي زمان ايام ما كنت مدلوقة في اعدادي مثلا. إن أنت تفضل تشتري في ناس، يعني هو خلاص ربنا شالهم وبعدهم، أنت ليه مصمم؟ يعني ليه مصمم تفهم؟ مش لازم تفهم، خلاص هو ربنا الوحيد اللي شايف وسامع اللي جواهم. مش هنعرف نعمل ده، هو ربنا الوحيد اللي مطلع على ده. وأنت بقى مع الوقت بتبدأ تكتسب خبرة، إن يبقى عندك نظرة إمتى تبتسم وتبعد في هدوء وسلام، وإمتى يعني خلاص بلوك، ما هنعمل إيه؟ ما ده شخص يعني هنعمل له إيه؟ وإمتى لأ، يعني ممكن أحاول معاه. وفي حاجات برضو بالخبرة يعني بتتحس ما بتتقالش. على نانسي عجرم قلبت نانسي لا والله بجد هي حاجات يعني هي ما بتتشرحش، يعني هي بتطفح كده فجأة وتتفضح كده فجأة في مواقف. بس خلاص يعني نقطة، ندعي يا رب عافينا، اصلح له قلبه، اصلح لي قلبي، ابعد عني يا رب الشر الناس وقسوة الناس، ويا رب احشرنا مع الطيبين الصالحين واجعلنا منهم. ادعي خلاص، هي مش محتاجة حاجة غير انك تدعي. يا رب بصرنا بالحق يا رب وارزقنا اتباعه. يا رب نسألك الحكمة التي نرى بها الأشياء كما هي يا رب. خلاص في مواقف كده ما فيش كلام، ما فيش شرح، فاهمني؟ يا رب ما كنتش طولت عليكم، انا مش عارفه خدت وقت قد ايه. خلينا طيب دلوقتي نروح لتفسير الايه. طبعا انا هسيب اللينكات. بس انا عايزه اقول لك برضو ان الايه دي لما تيجي تسمعها، الهجره هنا مش مقصود بيها بس انك تهاجر من بلد لبلد. وان الحجه والعذر هنا غير مقبولين في حاله بس من بلد لبلد، وانك انت لازم تهاجر عشان تنصر الاسلام وتوحد المسلمين يعني مش بس مقياسها من بلد لبلد. قيس ده كمان، قيس نفس الحكمه دي على الضيق. بمعنى انك لو هتعرف تهاجر لبيئة تأمن فيها على نفسك وعلى دينك، اعمل ده. انجب نفسك لانها مش حجة لو بيئتك مش مساعداك، محدش هيتسأل مكانك. طيب هو حصل مشكلة في النت، فخليني أكمل آخر جزء. كنت آخر حاجة بقول إنه محدش هيتسأل مكانك، وأوعاك تهجر. هاجر بس ما تهجرش، في فرق كبير في المعنى. في الآخر ندعي يا رب رجع الود في بيوتنا تاني يا رب، وابعد عننا الشيطان وألاعيبه. و... وننهي بقى بالحديث.
الحديث أنا اخترته عن باب النهي عن الفحش وبذاءة اللسان، لأنه انتشر أوي الناس بتكلم بعض كصحبة يعني بالشتايم بقى، وما اعرفش يعني ازاي بتقبلوها على نفسكم ان امهاتكم تتشتم ليه؟ يعني حرام. فأول حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والحديث التاني عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه. أنا مش عارفة معنى شانه، بس تقريبا يعني حاجة وضيعة، حاجة وحشة. وما كان الحياء في شيء إلا زانه، جاية من الزينة يعني التزين. بس كده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهت الدنيا كده معانا خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.